الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول السيد العظيم محمد ذي القلب الرحيم وذي القدر الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته والإنابة إليه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، إخوة الإسلام، فيقولون إنك تكثر من الحديث عن بر الوالدين. لماذا؟ قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الأولاد من نعم الله عز وجل إلا ما ندر. هذه النعمة التي شقي الأبوان في رعايتها والعناية بها، فإذا ما اشتد عودهم وبلغوا تلك السن التي تؤهلهم لرد بعض الجميل، فمنهم من يكون باراً بأبويه ومنهم من يقصر في ذلك. الأبوان ما كانا يهنآن في عيش حتى يطمئنا على أبنائهم. ولو استطلعت رأي 1000 رجل، ما هو همك الأول؟ يقول لك أولادي. قليل من يقول لك همي الآخرة، همي أسأل الله حسن الختام. هذا شيء، هذا مقدم على غيره، لكن يحمل هم أبنائه، دراستهم، نجاحهم، توظيفهم، عملهم، استغناؤهم عن الناس. هذا هو الهم الأول. أين الابن من هذا الهم؟ هناك من وفقهم الله عز وجل فردوا بعض الجمائل ولا يستطيعون. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على أول وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور، وفي رواية: الجهاد في سبيل الله. في 4 مواضع من كتاب الله جاء بر الوالدين مقرونا بتوحيد الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حتى الوالد لو كان غير مسلم يجب على أبنائه أن يبروه.
وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا مع كفره يجب أن تحسن إليه وتبره. وأوحى الله إلى موسى: يا موسى من بر والديه وعقني كتبته بارا ومن عق والديه وبرني كتبته عاقا. وجاء في الأثر: فليعمل البار ما شاء فلن يدخل النار وليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة. وليلة النصف من شعبان يغفر لأهل الأرض جميعا إلا، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من الناس، إلا لمشرك أو مشاح أو مدمن خمر أو عاق لوالديه. يغفر للجميع إلا هذا العاق يستثنى من المغفرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال سفيان الثوري عند قوله تبارك وتعالى في سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، قال: شكر الله بأداء الصلوات الخمس، وشكر الوالدين بالدعاء لهما عند الصلوات الخمس. ورأى عمر رضي الله عنه رجلا يطوف بأمه حول الكعبة يحملها على ظهره، فالتفت إليه وقال: يا أمير المؤمنين أتراني أديتها حقها؟ يعني الرجال مبسوط أنه يطوف بأمه على ظهره لعجزها. قال: ولا طلقة واحدة أثناء وضعك. الوالدان يا رعاكم الله كانا في الدنيا يعملان، يتقربان إلى الله تعالى بشتى القرب، فلما ماتا انقطع عملهما فيها من الدنيا، وتوقف سجل الحسنات إلا ما ورد في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قد يخطر في بال البعض أن أبي كان رجلا صالحا ولا يحتاج إلى دعاء، أو غير صالح وحسنات وقربات وكذا. لا يخطر هذا البال، هذا الخاطر من الشيطان حتى يمنعك عن الدعاء لهم. أين مكانة ومنزلة سيدنا رسول الله عند ربه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه، هي في أعلى المنازل، ومع ذلك أمرنا بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه لكي ترتفع درجاته عند ربه تبارك وتعالى أكثر ما هي مرتفعة. كذلك الوالدان إذا كانا على صلاح وتقوى فزدهما من الدعاء. وفي الحديث: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، دين ووفاء. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. لذلك يا رعاكم الله يجب أن نجتهد في موضوع بر الوالدين بطرقه الصحيحة. لا يكفي تقبيل اليد، لا، نريد جوهر الأمر، كيف رضاه عنك، كيف صلتك له. الأمور أحيانا تكون مادية وأحيانا تكون معنوية وأحيانا يكون الأمران معا. وسأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبي شيئا بعد أن ولى، يعني مات؟ قال: نعم، تدعو لهما وتستغفر لهما وتصل الرحم التي لا توصل إلا بهما. كان له أخت، كان له أخ، كان له أبوك، كان له عم أو خالة، عليك أن
تصلهم جميعا. رجع أبو عبد الله بن عمر الله يرضى عنه، رجع من الطائف على ناقته ومعه حمار يتروح عليه، فلقي أعرابيا عند مدخل مكة، فنزل عن دابته ودفع إليه بالحمار ونزع عمامته عن رأسه وعمم بها الأعرابي. فقال له نافع مولاه: يرحمك الله أبا عبد الرحمن، هؤلاء الأعراب يقنعون بالقليل، حمار وعمامة يعني وحيا هاد يا هاد. ما هو الجواب يا رعاكم الله؟ قال: إن أبا هذا كان ودا لعمر. موها أبوه كان ودا لعمر، وأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. الآباء والأمهات. اكتتب رجل في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يهمون بالخروج: هل والديك أحياء؟ قال: نعم، وتركتهما يبكيان، عم يبكوا على غيابه. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. أعفاه من الجهاد في سبيل الله لبر الوالدين كي يعلمنا مكانة البر. ورجل جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جئت أريد الجهاد معك يا رسول الله، أبتغي وجه الله والأجر من الله. قال: هل والديك أحياء؟ قال: أمي. قال: ارجع فالزم رجلها فثم الجنة. طبعا يا أخوان، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. الذي يأخذ يد أمه ويقبلها هذا شيء طيب وجيد، وفيه رضوان لله تبارك وتعالى عليك أيها الابن البار. لكن هناك أمور أعمق، ألا وهي رضاها عنك، وبرك لها يجب أن يتجلى في الأعمال أكثر من الأقوال. هل أنت تقدم أمرها على أمر زوجتك؟ هل تبرها أكثر من زوجتك؟ هل هنا يكمن الأمر. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبي أخذ مالي. قال: اذهب فأتني بأبيك. ذهب إلى أبيه وقال: إن رسول الله يريدك. فنزل جبريل إلى رسول الله وقال: يا محمد، سل الرجل عن كلمات قالها في نفسه لم تسمعها أذناه. فلما جاء قال: ما بالك تأخذ مال ابنك؟ قال: سله يا رسول الله، هل أنفقه إلا على أخواته وعماته وخالاته؟ يعني لا أخذه فأخزنه وأكنزه، إنما أنفقه على العائلة. قال: دعنا من هذا، حدثني بكلمات قلتها في نفسك لم تسمعها أذناك. قال: لا يزال الله يزيدنا بك يقينا يا رسول الله. نعم والله يا رسول الله، لقد قلت: غزوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل. إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أزل لسقمك إلا ساهرا أتململ. كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به فعيني تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيها أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي، فعلت كما الجار المجاور يفعل.
فنظر الرجل فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اغرورقت بالدموع، وقال للولد: أنت ومالك لأبيك. هذا البر يا إخواني الكرام يجب أن يتجلى قولا وعملا، وخاصة عند الكبر. وصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر يوما، صعد درجة وقال آمين، ثم صعد الثانية وقال آمين، ثم صعد الثالثة وقال آمين. قالوا: يا رسول الله، سمعناك اليوم تقول قولا لم تعتد قوله. قال: عرض لي جبريل في الدرجة الأولى وقال: بعد من أدرك والديه الكبر أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. يعني برك لأبويك أو لأحدهما هو مفتاح دخول الجنة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتبكم جميعا في الأبرار. والبر لا ينقطع بالوفاء بل يزيد، لأن الأبوين حال حياتهما كانا يقدمان لنفسهما الحسنات، فلما مات بقي وعد رسول الله أو ولد صالح يدعو له. أسأل الله أن يجعلكم ذلك الولد الصالح والنافع لأمته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله، والحمد لله رب العالمين.